طبعا كلكم قاعدين مستنيين تشوفوا رد فعل حمدي على الفيديوهات الصوتية اللي نزلت. يعني بصوا، كل النهاردة المتابعين في كل الفيديوهات حمدي عمل ايه، حمدي اما سمع قال ايه. بصوا قاعدين يعني ما اقولكوش الفضول. بص هيكوننا كده علشان نعرف رد فعل حمدي على الفيديوهات النهارده، والفويسات اللي اتسربت ديت هيكون عامل ازاي. عايزه اقول لكم يعني رد فعل حمدي فرحان فرحه ما اقولكوش، من كتر الفرحه اللي هو فرحان بيها. عامل على الانستجرام مشير للقناه، عامل لها منشن، يعني عامل لها ايه اللي الناس تخش يعني تشوفهم. مشارك اللينك بتاع القناه. والله مش عارفه اتكلم. حاسه ان انا فقدت النطق، فمش عارفه فقدت النطق. والله ما عارفه اتكلم. بصوا كاتب ايه: وانا قاعد في البلكونه اسمع الفيوسات، وعمال يضحك من قلبه، وضحكه بقى بتاعت محمد ثروت. بصوا ليا عارفين الضحكه دي بتاعت محمد ثروت بصوت محمد ثروت كده اهو. وانا قاعد في البلكونه اسمع الفيوسات. مش انا قلت لكم حمدي ما فرحان فرحه ما بعدها فرحه، يعني زي ما يكون حقه جاله لغايه عنده، عشان هو كان فعلا بيقول لمحمد وبيحذره من النسب دوت ومن الناس دي. والله بجد يعني الواحد ما عارف يقول ايه. انا لما شفت الستوري بتاع حمدي، بصوا حمدي بقى ايه في الروقان خالص كده، بعد ما الناس كلها بقى قعدت تهري وتتكلم في الموضوع طول النهار، والقنوات ومش القنوات والمتابعين، هو بقى نزل كده في الروقان بقى في السهرة. وانا قاعد في البلكونة اسمع الفويسات، ومنزل صورته وهو في الكعب بيقول: ماذا بينك وبين الله يا ميدو. وعامل مشاركة للاكونت بتاع القناة اللي هي طبعا الهرم الربع. يعني بصوا ديت عشان اللي ما شافش يخش يشوف ويسمع بنفسه الفيوسات اللي موجودة على القناة. طبعا اخر حاجة سمعناها في القناة ديت، هي اكيد طبعا اوريدي كده هو تبع عم رزق، القناه اللي هي الهرم الرابع ديت. يعني ومليون في المية اكيد قناه ابنه، بس طبعا هم مش هيعترفوا ولا هيقولوا اللي هي قناه ابنه. هو اللي طالع يعمل القناه ديت، وهو اللي سرب الفيوسات ديت بعد ما اخدها من تليفون ابوه. عايزه اقول لكم بقى هم مبينين خالص كده على الانستجرام ستوريات بقى، ويعني ما اقولكوش كانهم مش فارقه معاهم، كانهم مش اخدين بالهم من حاجه. يعني والده الاء كانوا عاملين النهارده فيديو رش الجنينه بتاعتهم. فاهمين؟ وهو بقى امي ديت كان منزل يعني كده كلام اللي امه ديت اغلى حاجه عنده في الدنيا وما اعرفش ايه والكلام ده كله. طبعا محمد برضو طلع ورد وقال له: انا كنت عارف ان اللي انت بتسجلي، انا مش صغير ولا ببيع لفت، انا راجل بقالي 10 سنين في السوشيال ميديا، وكنت بسمع صوت التليفون وانت بتفتح وبتصور وبتسجلي، وانا عارف اللي انت بتسجلي دوت. كان رد محمد: بس انا عندي فيديوهات هنزلها على قناتك وانت طالع بتتكلم على اهل بيتك وبتقول كلام ما يعني ما يصحش ان هو يتقال. التسجيلات الصوتيه دي كلها عند محمد، وبيقول له انا ممكن انزلها على القناه بتاعته، يعني اللي هي القناه اللي هو كان عاملها له. وبيقول له: انت ما بتردش عليا ليه؟ قال له: انا كان في مشاكل بيني وبين الاء بسبب القناه ديت. يعني معنى كده يا جماعه ان الاء عرفت ان محمد هو اللي فاتح القناه لابوها، وما كانش عاجبها الموضوع، وكانت بتقول له: احنا مالنا، يديله القناه ويديله الايميل وافتحها له على قناته، ومالكش دعوه بالموضوع دوت، وما نشغلوش بالنا في المشاكل ديت. دوت اللي هو برضو نزلت على القناه اللي انا بقول لكم عليها، نازله عليها التسريبات الصوتيه دي كلها. في حاجة تاني برضو ان محمد بقى يعني زي ما يكون مش شاغل نفسه بالفيوسات اللي نزلت والبلبلة اللي الناس عمالة تعملها والمتابعين والقنوات ومعرفش ايه. منزل فيديو روتين كده هو بيغسل السجاد. طبعا الحاجة انتوا عارفين الحاجة كانت بتحب غسيل محمد في السجاد، فمسك لها كده السجاد مرشهولها مرشة، فاهمين؟ مفيش بعدها مرشة، يعني غسله لها وعامل مفاجأة لأمه ونزلوا البسين. واللي عجبني بقى في ده كله ايه؟
ان واحده من المتابعين داخله بتقول له يا محمد اعمل اعملوا مفاجاه لمامة الاء وهاتوا لها اي حاجه في الشقه الجديده، ان شاء الله تقفلوا لها دولاب المطبخ. ردينا عليها بقى في الكومنتات، تسلم في الفكرة الجميلة ديت وحاضر يعني هينفذوا اللي هي بتقوله. طبعا ديت بعيد بكل البعد تقريبا عن اللي حاصل، ومش اخده بالها ولا سامعة اللي حاصل يعني، والمشاكل اللي بينهم. ده اساسا محمد ما بيروحش عندهم ولا بيكلم مامة آلاء، بس هي شكلها مش مواكبة العصر زي ما بيقولوا، ومش متابعة الأحداث أول بأول. والله يا سبحان الله يا جماعة، مش عارفة ليه أنا كده من الأول، مش عارفة ليه مش متعاطفة معاهم خالص، بجد والله. يعني اللي هي عيلة آلاء بجد مش متعاطفة معاهم خالص، مش عارفة ليه. ده رأيي الشخصي برضو، شوفوا انتوا كده رأيكم ايه في الكومنتات. يعني من الأول خالص المشاكل هم اللي بدأوها. احنا بقى مش هنتكلم يعني اللي محمد مش غلطان ولا الكلام ده كله، لا هو محمد برضو هو غلطان، لانه بيقول له انت اللي كبرت الموضوع وانت اللي سربت اللي بقيت تاخد مني كلام وتقول لها هي كلام ومش عارفه ايه وكده. راح جاي محمد بيقول له علشان خاطر تبقى تعرفوا تغلطوا في النسب اللي انتوا نسبتوه، يعني زي ما يكون ايه، محمد ده بيرد لهم اللي هم عملوه هو وابنه، ان هم غلطوا فيهم وفي النسب، نسبهم يعني، فاهم انت ازاي؟ ما صانوش النسب. بجد تدخل زيادة عن اللزوم يا جماعة كده هو بين النسايب فعلا بيجيب مشاكل. فمش عارفة ليه بصراحة كلهم من أولهم لآخرهم كده غلطانين. الحاج رزق اللي هو طلع على أهل بيته على ابنه واتفق مع جوز بيته، بس برضه ما كانش عشان الأمان، كان بيسجل له. خدوا بالكم بصوا، ما حدش اخد ايه، حد يستاهل الزمن دوت. ما تقولش كلمة كده ولا كلمة كده هتلاقي نفسك بيتسجل لك. ايوه. اللي دار الام الاء برضو، اللي هي كانت بتكذب مع بنتها في حتة الحمل وتقول حط ايديها على بطنها وتقول انا حاسة بحركة النونو ولا هنسموه معرفش ايه، مش عارفة ايه، يعني برضو كانت مشتركة معاهم في الكذب، واحنا كنا مصدقينك كده قلبا وقالبا معاكي، ونقولوا الست الطيبة الست الاميرة الست اللي ما بتغلطش، كنا مصدقينك. بس بجد دلوقتي احنا مش هنخدع في المظاهر تاني. بجد ساعات المظاهر بتبقى يعني ما بتبقاش بتقول الحقيقة. من بعد طبعا ما هم نقلوا دلوقتي في شقة وبترشوا الجنة بتاعت الشقة اللي هم بياخدوها، بجد قاعدين كمان بمنظر جايبين حاجات ما كانش لائق خالص المنظر ده. يعني بجد انتوا زي ما يكون فعلا محدثين نعمة، ما شفتوش حاجة قبل كده. ايه كمية الطلبات اللي انتوا جايبينها دي وبتصوروها للناس وتتوقعوا الريسيت ده بكام، او الفاتورة يعني تمنها كام؟ لا يا جماعة، الناس كلها بتشتري حاجات وكل واحد على قده، اللي بيجيب كتير اللي بيجيب شوية اللي بيجيب خزين شهر اللي بيجيب خزين شهرين، وهي ما شاء الله عمالة تخمس في وشنا يعني ما تقلقوش، هي عمالة تقول لنا هيكفونا 5 شهور، الطلبات دي هتكفينا 5 شهور. خلاص يا حاج، خلاص خمستي بما فيه الكفاية، خمستي في وشنا. يعني ليه؟ طب نجيب خزين 5 شهور، طب ما انا اجيب شهر بشهر عشان حتى تبقى الحاجة عندي طازة. انا ليه انزل انا يعني احوش عندي حاجتي؟ فين التلاجة اللي هتشيل 5 شهور دي؟ طب ما انا اجيب شهر بشهر وشهر بشهره احسن لي، وتبقى الحاجة طازة كده وفريش وجميلة ونظيفة وما اعرفش ايه والكلام ده كله. والله مش عارفة بجد. يعني احنا ما كناش قلنا يعني عايزين الامور توصل لغاية كده، وكنا فرحانين وقلنا ماشي عشان خاطر الاء الدنيا هتهدى بين اهلها وبين محمد، ولانهم اتصالحوا واما سافروا دبي واما جم ما اعرفش ايه، وباباها برضو كان سافر يقول لك ده ابني وهو يقول وهي تقول ده ابني، فقلنا ماشي الامور هتهدى ما بينهم وهيبقوا كويسين. بس شكل محمد ما نساش برضو اللي هم غلطوا في اهله وقالوا بقى ايه. يعني محمد زي ما يكون بيعاقبهم بقى، عشان الحاج رزق بيقول له انت واخوك، شوف بقى اخوه مين، يا حسن يا محمود، بس محمود ملوش دعوه بالموضوع ده، محمود هو اللي كان مصالحهم وكان معرفش ايه. ممكن يكون حسن هو اللي هو محمد يعني اتفقوا عليهم اللي هم يوقعوهم يعني ويوقعوا محمد. محمد اخو الاء. والله مش عارفين يا جماعة، يعني تحس ان الاحداث كلها بتخش كده في بعضيها وما تفهموش مين مع مين ومين على مين ومين اللي ضد مين ومين متخاصم مع مين. فدلوقتي اساسا هو كمان طالع في حتة ايه، مفرح الاء بعربية، وجايب لها عربية ب2 مليون جنيه.
طبعا قلق فرحانه بقى زي ما يكون بقى اللي يزعل يزعل. انا اهلي طول عايشه معاهم السنين دي كلها عملوا لي ايه؟ انا خليني بقى ايه مع جوزي اللي مفرحني وجايب لي شقه جديده واجهزه ما شاء الله تعدي لها ال 500 الف، وجايب لها عربيه ب2 مليون. ويعني بصوا ما اقولكوش مظبطها. فهي طبعا دلوقتي هتبقى ايه قلبا وقالبا مع جوزها. ايه هم اللي عايزين يعملوه يعملوه، ما احنا خلاص اخدين على الكلام. والكلام بيقعد فترة كده هوت وبعد كده بيموت وكل الناس بتنسى. هيجي اكتر من اللي حصل قبل كده. ما اللي حصل قبل كده خلاص بيتنسى. بس والله يا جماعة برضو والله الواحد زعلان، يعني زعلان اللي الفضايح ديت كده طلعت على الملأ. يعني كنت بينكم بمشاكل، كنتوا خلوها بينكم وبين بعضيكم، مش لازم كانت تطلع كده على الملأ والناس تسمع يعني الكلام اللي ملهوش اي 30 لازمة. وطبعا من الواضح كده ان عم رزق ملقاش المبلغ القوي يعني او الحاجة المجزية اللي تعوضه عياله. ولقى نفسه دلوقتي اصبح وحيد، ولا بيشتغل ولا اكل ولا شرب ولا فلوس كمان جايله من القناة. ومحمد اخد منه القناة باين هو معطوش الايميل بتاعها ولا ايه. بيقول لك ما بعتليش غير 2000 جنيه، 500 في 500 في 500 في 500، يعني اربع 500. فاهمين؟ فما لقاش الدنيا بقى ظابطه معايا، وكان مفكر بقى اللي هو يخش يغرف وهياخد. فقال لك لا انا ارجع اصلح تاني واتصالح مع عيالي هم اللي قابل لي. وبيقول لك دلوقتي عرفت عيالك يا حاج. اما انت بتقول انا ماليش غير عيالي في الاول وفي الاخر دول عيالي، وانا بقول لهم يا ابني هو بيقول لي يا بابا. طب كنت فين عقلك يا حاج من الاول لما عملت المشكله وطلعت عملت القناه وخليت الدنيا تسمع بيكو؟ يعني والله العظيم الواحد ده يعني مشفق على آلاء ان انتوا كل شوية جايبين لها الكسفة مع اهل جوزها. كل شوية يقولوا لها اهلك او قالوا. يعني المشاكل جاية من عند اهلها كل شوية، يا اخوك يا ابوك يا اخوك يا ابوكي. يعني حاسة ان انتوا ناويين على خراب بيتها، مش فاهمة في ايه. يعني والله يا بجد حاسة ان هم اهل آلاء ناويين يخربوا بيتها. مش هيرتاحوا كده غير اما ترجع لهم. يعني بعد الشر بعد الشر الواحد مش عايز يتمنى حاجة وحشة اللي هي متطلقة. اه والله بجد حاسه بكده. انتوا هترتاحوا يعني ما ترجع تقعد لكم تاني؟ ما تسيبوها في حالها. ابعدوا خالص عن اهل جوزها وعن جوزها. يعني خلاص انتوا ما صدقتوا. وبعدين انت يا عم رزق عمال تقول له يا محمد ما تسيبنيش يا محمد، شوف ايه زي ما يكون يا عيني غريق ومتعلق في قشايه. طب انت كنت عايز محمد هيعمل لك ايه ولا كان هيساعدك في ايه؟ يعني كنت عايزه يساعدك في الفضايح وفي الفيديوهات وما اعرفش ايه. يعني هو برضو كويس ان محمد ما اتمداش معاه وقال له اعمل كذا وصور كذا ومش عارفه ايه. لان هو كان برضو في ضمن الفويسات كان محمد بيقول له روح هات مثلا حبه فول وكلهم وشارك الناس وصور. يعني معظم الفيديوهات اللي محمد سمعناها في الفيوسات كان بيقولها لعمرو رزق. كان عمرو رزق فعلا بيصورها بحذافيرها، يعني معنى كده اللي هو ما بيفكرش. كان فعلا عايز حد اللي هو يفكر له. فيعني كويس اللي محمد ما تمداش اكتر من كده. فهنقوله ايه؟ هنقوله ايه علشان خاطر ما تحصلش فضايح اكتر من كده وكلام اكتر من كده هوت. والمفروض بقى يا جماعه بجد والله الكلام دوت كده هوت. يعني يبقى كده فيه بقى ايه، زي على المثل بيقول لك قطمه احسن من نحته. يعني تقطموا الكلام ما تتكلموش تاني. اه والله بجد ما تتكلموش بقى تاني كده في الكلام ده وخلاص. كل واحد ياخد له جنب واهلا لا مع نفسيهم خالص، يبعدوا عن محمد وآلاء طبعا دلوقتي مع في صف جوزها ومع جوزها. فخلاص تخليها مع جوزها وحياتهم واللي هما بيجيبوه واللي هما بيعملوه والكلام ده كله مع نفسيهم بقى. ويبعدوا بجد، يعني شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. كتر القرب وكتر الكلام بيجيب بجد مشاكل. وهو النسب ما بينهم اتعكر على الاخر خلاص، يعني بجد كده. النسب بين هنا وبين هنا خلاص ما بقاش فيه بقى يعني مودة ولا الكلام ده كله. لا خلاص هو النسب لغاية كده واتعكر. يعني بالذات النسب ده يا جماعة اما بيحصل فيه كده هو مشكلة والعيلتين كده بيزعلوا من بعضهم خلاص زي اللبن كده ما بيتعكر خلاص ما بيرجعش يصفى تاني. يعني هو ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا شايفينه. فخلاص فكل واحد ياخد له كده هو الجنب ويقتصر. يعني ايه، ياخد جنب بقى كده مع نفسه. بس كده. وعم رزق الصالح مع عياله ربنا يصلح له الحال. وهو زي ما هو بيقول فعلا ملهوش غير عياله وهم دولت اللي دايمين له. لان ما لقاش من الناحيه التانية فايده، مش ما فيش ملايين هتجيله. هو كان مفكر كده ما كان هيطلع على اهل بيته ان الملايين هتجيله، فاصبح ما لقاش الكلام دوت. ومحمد زكي عارف ان الحاج رزق بيصور له. انا كنت اخده بالي باشتريت محمد حوارات في الكلام.
لا كان محمد بيبقى تقيل كده في الكلام، ما بيردش عليه، بيسكت. اسمعوا الفويسات كده كويس وانتوا تعرفوا، كان كلمة يرد وعشرة لا، يقول له ما ترد عليا يا محمد، انت سامعني يا محمد. يعني فعلا محمد ذاك يا جماعة، يعني واحد عارف هو بيعمل ايه ومرتب كلامه، ويعني والكلام اللي هو قاله عادي خالص، يعني فاهمين، ما يدينهوش زي ما يدين التاني. يعني لو احنا مثلا زعلانين دلوقتي من محمد من اللي هو حصل، او هو ساعد عم رزق في القناه او الكاني او ماني، بس اللي اكتر مين؟ الطرف التاني بصراحه، ابو الاء. هو اللي طلع على عياله على اهله، وكان مفكر الدنيا بقى فيها ايه، مشاهدات بقى والملايين جايه. فهنقوله ايه بقى يا جماعة، ربنا يصلح لهم الحال. بس بصراحة انا كنت يعني منشكحة ومبسوطة من رد فعل حمدي، وكنت قاعدة مستنياه وعايزة اشوف حمدي كان هيقول ايه. قعد طلع كده سكت سكت، طلع في السهرة بقى كده وهو بيضحك، واخر ايه وبيقول لك وانا قاعد في البلكونة بسمع الفيوسات، وكمان ممنشن او مشارك اللينك بتاع القناة. هو دوت اللي فصلني، وحبيت اعمل لكم الفيديو دوت قبل ما انام كده، واقول لكم رد فعل حمدي كان ايه على الفيوسات والتسجيلات الصوتية. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.